مين من المخرجين الجداد اللي انت تحس ان تبص له وتقول له انت ماشي صح؟ كتير قوي. واحد. ده واحد ليه؟ واحد اميزه ليه؟ ما طب مين طبعا اللي من ماشي المميزين صح؟ جدا انا بالنسبه لي اولادي، اولادي آه. بالذات. انا عندك علي بدرخان، عندك حتى محمد خان اللي ملوش اي صله ديركت معايا، انا شايفه مخرج مهول. ها وعاطف طيب. ونادر، فكرك نادر جلال نادر جلال، ده شويه. وبعدين ابن المجنون التركي اسمه ايه؟ فتح هايل، اشرف فهمي. كل شويه يرجع يقول لي طب انا مش فاهم. اقول طب التانيين فهموا ليه؟ ما تسال التاني. يقول لي لا انت اللي تفهم. كان مهول اشرف فهمي. مين في راي حضرتك من الاسماء دي نقدر نقول انهم من مدرسه يوسف شاهين في الاخراج؟ لا، من مدرسه شخصيتهم هم. انا ما بحبش يكون ليا مدرسه. مفيش حد في الاجيال اللي بعدك؟ لا كلهم يعملوا على كيفهم. ما حسيتش بكده انه خدوا علقه مني؟ كلهم اكترهم. يعني كنت اشتغلوا مساعدين لحضرتك اصل انا ببقى ناشف يعني من ناحيه النظام، لكن عايزهم يعرفوا حتى اكتر مني عن الحاجه اللي انا كاتبها لما يكونوا مساعدين معايا. ودلوقتي الحمد لله وكبروا ومشوا قدامه، وكل واحد له شخصيته وكل واحد له رايه السياسي. ودايما دي انا اقولها، عارفه لما يجي لي واحد متطرف جدا هعلمه، من حقه ان انا اعلمه، وعايز يقول ايه هو حر. انا وظيفتي انه انا اعلمه انه يقول، بس يقول مظبوط. هو عايز يقول ايه هو حر.